يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في حاجات في العالم ده لو ما كانتش متصورة صوت وصورة كان زمانك فاكرها مجرد خيال. النهاردة هناخدك لقلب الهند عشان نكشف عادات غريبة بتتعمل بعيد عن عيون الناس، من أكلات بتتحضر بطقوس مرعبة لعسل بيسيبوه مدفون تحت الأرض سنين طويلة عشان يتحول لذهب. ومش بس كده، ده انت هتشوف بشر بيتحدوا الموت في براميل تلج بتجمد الدم في العروق، واختراعات بسيطة بتكسر كل قواعد الطاقة من غير كهرباء ولا بنزين. ركز في كل دقيقة لأن اللي هتشوفه دلوقتي مالوش تفسير، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات اللي موجودة في شوارع الهند واللي بيسموها بالمخاصي. والأكلة دي تعتبر أكلة شعبية ومشهورة في العالم كله، وهتلاقيها في كل مكان. بيجيبوا مخاصي الحيوان وبيعمل لك منها حاجات كتير جدا. والحقيقة العلمية هنا إن الأكلة دي مخزن فيتامينات متحرك، لأنها غنية جدا بالزنك والفوسفور، ودول أساسيين لتقوية المناعة وتنشيط الدورة الدموية. ده غير إن فيها نسبة بروتين عالية جدا وقليلة الدهون، فبتعتبر منشط طبيعي للجسم من غير أي مواد كيماوية، يعني أكلة وصيدلية في نفس الوقت. سيبك بقى من الأكل، تعال بقى نشوف جنون التلج في إندونيسيا. تعال بقى نطير على إندونيسيا وأوريك أغرب التحديات اللي موجودة في الشوارع هناك. والتحدي اللي معانا النهاردة بيسموه بتحدي التلج. بيجيبوا براميل وبينوها بالمية والتلج زي ما انتوا شايفين، والناس بتدخل جواها. واللي كتير ما يعرفوش إن اللي بيعملوه ده مش مجرد جنون، ده علميا اسمه الاستشفاء بالتبريد. والغطس في المية المتلجة ده بيساعد جدا في تقليل التهابات العضلات، وبيسرع ريكفري الجسم بعد المجهود الشاق. ده غير إنه بيحفز هرمون الاندورفين اللي بيحسن الحالة المزاجية وبيخليك فايق ومركز. يعني تحدي وصيانة للجسم في نفس الوقت. سيبك بقى من التلج وتعال نشوف اختراعات وفرت البنزين بجد. تعال بقى أوريك النهاردة أفكار بره الصندوق واختراعات بسيطة هتنفع الناس كلها في ظل أزمة الطاقة اللي بنعيشها دلوقتي والحرب المستمرة. الاختراعات دي يا سيدي ولا بتحتاج كهرباء ولا بتحتاج بنزين، انت هتشغلها بإيديك، أيوة زي ما انت شايف. والفكرة دي بقى هي البيدال باور، إنك طول ما انت بتبدل رجلك بتتحول موتور بيحرك التروس ويقوم بالشغلانة كلها من غير مليم زيادة. ولو ركبت عليها دينامو صغير من بتاع زمان وانت قاعد مكانك كده تشحن موبايلك وتنور كام لمبة في البيت، يعني منها رياضة ومنها توفير ومنها كهرباء ببلاش في نفس الوقت. سيبك بقى من الاختراعات وتعال نشوف العسل المرتاح. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب أنواع العسل اللي موجود في الهند واللي بيسموها بالعسل المرتاح. أيوة يا سيدي، العسل ده بيتخزن لفترة من الزمن ممكن توصل ل10 سنين، وبعد كده بيطلعوه وبياكلوه. وبيقولك إن العسل ده بيكون مفيد جدا للصحة. والمعلومة اللي ب1,000,000 جنيه هنا إن العسل ده كل ما بيقعد سنين أكتر مركباته بتتحول لشيء مركز جدا، ومضادات الأكسدة اللي فيه بتزيد أضعاف العسل العادي. والهنود بيستخدموه كعلاج سحري لمشاكل الجهاز التنفسي والربو، وكمان بيعتبروه من أقوى الحاجات اللي بتأخر علامات الشيخوخة وبتحافظ على شباب الجسم. يعني ده مش مجرد عسل، ده إكسير حياة متخزن بقاله سنين. خلصنا من العسل، تعال نشوف أغرب كابوريا في إندونيسيا. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات اللي موجودة في شوارع إندونيسيا وأول مرة هتسمع عنها. الأكلة دي يا سيدي بيسموها بالكابوريا المفرومة، أيوة مش عايزك تستغرب. والسر في الهرس الجامد ده يا سيدي إنهم بيفتتوا القشرة الخارجية تماما عشان يختلط اللحم بالبطارخ بالعصارة اللي جوه، فتاخد الطعم كله في لقمة واحدة. وبيعملوا كده وياكلوها نية لأنهم بيعتقدوا إن الحرارة بتضيع الفوائد الرهيبة اللي في الأوميجا 3 والإنزيمات الحية اللي بتديك طاقة فورية. يعني هرس عشان الطعم ونية عشان الفايدة، والنتيجة أكلة قنبلة فوسفور زي ما بيقولوا. سيبك بقى من الكابوريا وتعال نشوف الإندومي الهندي بيتعمل إزاي. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات اللي مشهورة في شوارع الهند. والأكلة اللي معانا النهاردة بيسموها بالإندومي الهندي، ودي تعتبر من الأكلات المشهورة جدا زي الكشري عندنا في مصر كده. والأكلة دي يا سيدي اسمها الحقيقي سيف، وتحديدا النوع اللي انت شايفه ده اسمه راتلامي سيف. والسر في طعمها اللي بيجنن الهنود إن العجينة دي معمولة من دقيق الحمص ومحبشة بخلطة توابل حراقة ونوع فلفل اسود مخصوص، وده اللي بيخليها مقرمشة وبتديك لسعة شطة تخليك عايز تاكل منها وما تشبعش. يعني تسالي بجد بس على الطريقة الهندية الأصيلة. وبس كده يا سيدي، وصلنا لنهاية الحلقة. يا رب تكون الرحلة السريعة دي عجبتكم واستفدتوا منها، وما تنسوش تقولولي في التعليقات ايه أكتر أكلة أو اختراع شدكم النهاردة، واعملوا اللايك المتين عشان يوصلكم كل جديد. وأشوفكم على خير في فيديو جاي. سلام.